بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. يلا بينا بقى نشوف المكرونة الحلوة بقى اللي كنا بنشم ريحتها بقى بتاعت أمهاتنا وأجدادنا زمان، من آخر الشارع كده، ولا جايين من مدرسة كده، ولا كنا بنلعب في الشارع وقلنا اطلعوا. كانت أحلى مكرونة بالصوص الأحمر بقى الحلو بتاع الطعم بتاع زمان بقى. أول حاجة، الناس اللي ما بتعرفش تقدر المكرونة وتقولك حط لها مية قد إيه بتتعجن مني، هتمسكي المكرونه تحطيها الكميه اللي انت هتعمليها تحطيها في الحله، وتضعفي فوقيها الكميه حوالي مرتين ميه كده او ثلاثه، يعني حوالي 3 عقل. احط والحله فاضيه المكرونه، وبعد كده اشوف هي جت لحد فين، احط 3 عقل كده لفوق ميه تاني. يعني افضي المكرونه دلوقتي من الحله وهي فاضيه، هي حطيت فيها المكرونه وشفت المقدار قد ايه، وانزل بقى كده. المكرونه كانت في الحته فين اللي تحت لسه، هحط عليها ايه ميه تاني، بحيث ان انا ايه يبقى عندي بتاع حوالي 3 عقل لفوق كده، فوق المكرونه اللي انا كنت مقدراها. كده انا عرفتك ازاي تعرفي تقدري المكرونه ازاي هتعمليها في الحله ايا كانت الكميه اللي عندك. واسيبها تغلي، لازم تقلب كده الميه، واحط فيها شويه ملح واسيبها. انا جبت بقى ايه عشان انجز في الوقت، حطيتها كده لورا وسبتها كده بتغلي، وحطيت شويه زيت في الطاسه بتاعتي. وتعالوا بقى نشوف بقى هنعمل ازاي الصوص الحلو بقى بتاعنا. هنزل بالمكرونه كده بعد ما غليت الميه، لازم الميه تكون قلبت كده قلبتين معاكي، علشان المكرونه لما تنزل تعمل على طول تمسك وما تمسكش ببعضها، يبقى كل واحده كده لوحدها. حطيت بقى البصله بتاعتي، احسن حاجه ما بتحطي بصلايه. عايزه تحطي توم حطي توم، بس عايزه تحطي توم وبصل حطي. احنا كانوا ما بيعملوها كان بيحطوا لها حته بصلايه كده صغيره، تديها تسكيره، تديها طعم حلو كده، تخليكي ايه تحسي بقى بطعم الصوص الحلو بقى بتاع زمان بقى. ولا كان بيحطوا روزماري ولا زعتر. واحط شويه طماطم كده حوالي نص كيلو، افرمهم عندي، ومن وقت للتاني ايه ابتدي اقلب في المكرونه كده كل كام دقيقه كده اروح مقلبه. هي ما بتاخدش من 7 ل8 دقايق عشان ما تخليهاش تتعجن، وفي نفس الوقت تنزليها فيها تكه شويه. هنزل كده بنص معلقه توم معايا، كام فص كده صغيرين يديله نكهه حلوه. بروح ماسكه بقى ايه، احط بقى حبه فلفل اسود نص معلقه صغيره، ونص معلقه كزبره لو انتوا حابينها، انا بحب بس بحطها. واحط معايا معلقه كمون بقى صغيره كده، بحب احطهم في الزيت. وحطيت التوم كده يدوب بقى سيكه كده، ما بخلوش يحمر كتير، ولا البصل بتبقى يدوب اصفرار. وانزل بقى بالطماطم بتاعتي اللي انا فرمتها، دول كان حوالي نص كيلو مكرونه، فعامله لهم حوالي نص كيلو طماطم. واحط بقى شويه ملح وشويه سكر. احط الملح بتاعي بتاع معلقه الا ربع صغيره كده مش كتير، نص معلقه سكر. واقلب بقى المكرونه، خلاص بقى اشوفها كده اعمل لها اختبار الاقيها فيها تكه، خلاص اشيلها واروح بقى احطها فين على المصفى بتاعتي اصفيها، بس من دون ما احط عليها ميه. بصوا بقى الصوص بقى بعد ما غلي كده لازم يغلي كده شويه، ويبتدي بقى ايه تبتدي تبان فيه فقاقيع من الجناب. والمكرونه بتاعتي صفيتها اهي ما غسلتهاش ولا كلتها، ابتدت الفقاقيع تظهر كده من الجناب. الصوص تخن معايا، انا هفضل ان انا ايه اطفي عليه لحد هنا، ما اسيبوش اكتر من كده. ليه؟ عشان ايه المكرونه لما تنزل بتاعتي تبقى غرقانه كده في الصوص، ما تبقاش ناشفه. بصوا بقى انا طفيت عليه وخدته كده وهو سخن. هو بتنزلي بقى بالمكرونه بتاعتي، اي مكرونه بقى اللي انت عاملاها. بصوا هي عشان ما اتغسلتش بتبقى ماسكه كده ببعضيها، بس اول ما بتنزل في الصلصه بتفك، ما تقلقوش. هجيب بقى ايه معلقه خشب عشان المعلقه دي طريه، مش بتقلب المكرونه كويس. امسك بقى اقلب بقى المكرونه كده من تحت لفوق، تاكليها بقى وهي سخنه. بقى لو انتوا مش هتاكلوها هي وسخنه ولسه قدامكم وقت، خلوا المكرونه لوحديها والصلصه لوحديها لحد ما يجي الوقت بقى، وتروح حاطين شويه ميه صغيرين ومسخنينها تاني. لو هي شربت الصوص بتاعها، ما شربتوش ولسه فيها ميه، سخنوها على كده. ويا رب تكون الطريقه عجبتكم، دي للمبتدئين والناس اللي بتحب تعمل صلصه المكرونه الخفيفه.